السلام عليكم. أنا النهاردة حابب أتكلم معاكم عن نصايح هتفيدكم في حياتكم وتفيدكم إزاي تحسنوا من حياتكم. نصيحتي النهاردة عن العلم. ليه العلم مهم؟ وهل هو مهم ولا لأ؟ وهينفعني بإيه؟ الفرق ما بين العلم والجهل إن العلم بيفيدك تحسن من حياتك. أي علم مش مفيد ليك يبقى ده جهل. مثال بسيط، الدكتور اللي بيدخن وكرشه كبير وعنده سمنة ده ما ينفعش تروح عنده عشان تتعالج من السمنة، لأن هو نفسه العلم ما نفعوش بحاجة، فبالتالي مش هينفعك. طيب ازاي الأول تفرق ما بين العالم والجاهل؟ العالم شيء بسيط لازم تعرفه عنه، ان انت تختبره. مثلا واحد بيقولك انا وصلت لأعلى المناصب في الإدارة، تسأله سؤال بسيط مثلا تختبره ايه هي الإدارة وازاي اتعلم الإدارة مثلا. عارف يجاوبك؟ عارف. مثلا يقولك انا الإدارة عبارة عن مثلا إدارة كذا، وإدارة المؤسسات، إدارة الشركات، حسب المجال اللي هو فيه. معرفش يجاوب على السؤال بتاع الإدارة وقال لك مثلا ما تكبر هبقى اقول لك، او حاول يتهرب من السؤال مثلا، يبقى هو انسان جاهل. فانت العلم والعالم لازم تختبر الناس عندهم علم ولا لا، وبعد كده تسمع لهم. اشوفكم المره الجايه، مع السلامه، باي باي.